خايفة أقول تاني عقبال بناتنا وولادنا نلاقي نص الكومنتات ناس زغلانة وتقول احنا عيالنا زي الفل. احنا عيالنا مش زي الفل، بس احنا عيالنا أحسن عيال في الدنيا. بس يا جماعة خدوا الدنيا ببساطة، خدوا الدنيا كده برواق والله، بعيدا بقى عن كل الهزار والكلام دوت. قولوا لي بقى العيب في مين؟ العيب فينا ولا العيب في العيال ولا العيب في ايه بالظبط؟ ولا احنا مش عندنا طاقة نربي؟ مبدئيا معظم الفيديوهات دي انا عارفه ان هي بتبقى فيديوهات علشان الفيوز، ومحتوى بيتقدم بالمنظر دوت لاطفال بتستخدم منتجات معينه، معظمها بيكون في معظم الوقت بتبقى اعلانات ودعايه للمنتجات دي. ولكن احنا شايفين قدامنا ان في نظام. انا عايزاكم بس كمان قبل ما نوصل للاخر تكملوا الفيديو للاخر، لان الفيديو فيه سيده بقى تانية خالص من منطقه تانية خالص من زي ما بيقولوا ثقافه تانية خالص، بتعمل حاجة تانية لأولادها. فاحنا هنشوف في الفيديو هنا ثقافتين مختلفتين. ثقافة طفلة عندها 5 سنين بترجع من بره من المدرسة تعمل حاجات كتير جدا بإيديها، سواء ده بيحصل في الحقيقة وطبعا ده بنسبة ضئيلة جدا حقيقي، أو إن والدتها أو والدها أو المسؤولين عنها بيخلوها تعمل كده علشان الفيوز. انا شايفه ان ده ليه عيوبه وليه مميزات. والعيوب ان انا بدمر طفوله طفله المفروض بتلعب وبتضحك وبتهزر. ده اللي هنشوفه في بقيه الفيديو في الجزء التاني من الفيديو. زي ما قلت لكم لازم تكملوا لي الاخر. وفي نفس الوقت برضه بيعلمهم الاعتماد على النفس، وان ماما لو تعبت في اي وقت ممكن ازاي تقدر تعتمد عليهم ولو في ابسط الاشياء. لان الواحد لما مع الممارسه بيتعلم حاجات كتير جدا، ومن هنا بيكتسب الخبره وبيكتسب الاعتماد على النفس. ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. دلوقتي احنا مش عارفين نعمل كده، بس بجد انا مبسوطه بيها. مش عايشه طفولتها زي بقيه الاطفال، بس انا مبسوطه بيها حقيقي. هنا بقى فيديو تاني لسيده تانية، دي اوضه بنوتتها. اللهم بارك يعني تعقد، والحمد لله ان احنا مش هنوري بناتنا الفيديوهات دي. بتدخل بتظبط لها حاجتها، حياتها، تواجهها، هي اللي بتعمل كل حاجه. البنت ما عليها ان هي تحت في البيسين بتلعب، سواء بقى مع اخواتها سواء مع باباها، وماما بتلم اللعب مكانها، مش بتخليها حتى هي تقف او تقوم تنظف ده بنفسها. زي ما قلت ده ليه مميزات وده ليه عيوب. دي ثقافة ودي ثقافة تانية خالص، دي بيئة ودي بيئة تانية خالص. ولكن خير الأمور الوسط. أنا ممكن أعلم بنتي تعمل حاجات معينة في البيت وتساعدني ويكون عندها خبرة فيها، وفي نفس الوقت برضو لازم اخليها تاخد مساحتها ان هي تلعب وان هي تت... تمارس طفولتها. دي طفلة 5 سنين، والطفلة الآسيوية التانية اللي شفناها برضو طفلة 5 سنين. في فرق جامد جدا جدا. الأوضة تجنن، اللهم بارك اللهم بارك. يعني اهي طلعت ماما حضرت لها بقى الشاور بتاعها والحمام واللعب والحركات، عايشة حياتها ما شاء الله اللهم بارك. قولوا لي انتوا شايفين بقى في الفيديو ايه الأصح؟ الأصح ان انا ادي على طول تحديات للبنت او تشالنج او زي ما بنقول كده حاجات معينة ان هي تعملها، ولا ان انا ادلعها واخليها تلعب وتعيش سنها، خصوصا ان ده سن فعلا اللعب.